ايه؟ عبد الرحمن جريش. حبيبي عبد، انت شايف طبعا الهاشتاجات اللي شغاله دلوقتي في التيك توك والكلام ده. اكيد طبعا. طيب انت شايف ان السوشيال ميديا بشكل عام بتفيد المجتمع او تضييع وقت؟ بص، هي كل حاجه سلاح ذو حدين. ايه اللي في ايدك ده يا عسكري شوقي؟ سلاح يا فندم. انا ممكن كشخص انا اقدر استفاد من السوشيال ميديا 90%، واقدر انها تقدم لي ضرر بنسبه 100%. انا الوحيد المسؤول ان انا اخش دي حاجه تفيدني او حاجه ما تفيدنيش، بحيث ان حتى لو بالنسبه لو هنتكلم على تيك توك، حرام ده على نفسه والله. انا ممكن طب انا ليه مثلا اتابع البلوجر الفلاني والفلاني والفلاني؟ طب ما انا ممكن اتابع صانع المحتوى العلمي، صانع المحتوى الديني، صانع المحتوى الكذا. حتى خوارزميات التيك توك، انت لما تشوفك انت فيديو ورا التاني ورا التالت، انت بتشتغل على حاجه معينه، هي بطبيعتها هتجيب لك اللي شبهه، وهتلغي لك بقى حوار بقى الناس البلوجر والكلام اللي هو طلع بدون ذكر اسماء اي حد منهم. ده حقيقة. وكده، فانا المسؤول الوحيد ان انا اخليها حلوه او اخليها وحشه. انا انتهيت يا جدع، ما تقولش كده. طيب من وجهة نظرك مين هو افضل صانع محتوى على التيك توك؟ ما اظنش اقدر اقول على حد افضل، لان صراحه مفيش افضل، لو كل واحد شاطر في مجاله، فاهم؟ يعني انت بالنسبة لك مفيش حد افضل؟ لا، مفيش حد يتقال عليه الافضل. ده وجهة نظرك انت؟ كل واحد ليه حته بتاعته هو شغال فيها وهو شاطر فيها. لا 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 لا. انت مع او ضد قفل التيك توك في مصر؟ بص، هو اللي هيفيدنا اكتر ان انا اقفل التيك توك. التيك توك ملوش اي 30 لازمه، معلش يعني. ده وجهة نظرك؟ انا ممكن ان حتى الناس اللي احنا بنقول ان احنا نستفاد منهم، احنا نستفاد منهم انستجرام، نستفاد منهم مثلا يوتيوب، نستفاد منهم اي حاجه. كفايه بقى احسن الجماعه ياخدوا عننا صوره بس انك تيك توك هو حاليا هي النقطه انك بتاثر على كل الجيل اللي طالع. انا معلش لما يبقى طفل 15 17 سنه شايف السين وصاد وعين من الناس، ده بيشتم، ده بيعمل كذا، ده كذا، ده كذا، ده كذا، فطبيعي ان الجيل اللي طالع هيتاثر بالشخصيات دي. والجيل ما دام ما فيش حد هيوجهه صح، ما فيش حد هيتكلم معاه يقول لك لا ده غلط ده صح، لا انت بقى مخ الشباب هيوديه في حته تانية. فلا، انت اقفل تيك توك ارحم ليك، وعشان تطلع جيل كويس. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. تطلع جيل فاهم، تطلع جيل عنده قيم، تطلع جيل عنده دين، اللي هو اهم حاجه حته الدين دي اللي ناس كتير مفتقداها. تطلع جيل فاهم بلده، فاهم ان مصر مش بس الحاجات اللي في تيك توك، مصر مش بس سين، مصر مش بس اللي هي الكذا بتطلع ترقص، مصر مش بس كذا اللي بيطلع يشتم. لا، انا عندي مصر علماء. مصر هي الام، واللي يشتم امه هو اللي خسران. اتجاهنا ديني، اتجاهنا علمي، احنا ناس متفوقه في كل المجالات. ايوه، مصر طول عمرها بتطلع عظمه. بالظبط. فانا ما اجيش احط فئه معينه، فئه 5% من الشعب، واقول لا ده الشعب المصري كله. يلا بينا يلا بينا. فده ما ينفعش. ده حقيقي. فبس كده. شكرا لوجهة العفو نظرك حبيبي. حبيبي اخويا.